ازيكم يا حلوين؟ تعالوا نشوف هنعمل اكل ايه النهارده. هنحتاج بصلايه كبيره متقطعه ترانشات بالمنظر ده، ونص كيلو او كيلو كوسه على حسب الكميه. هنقطعها برضو ترانشات كبيره بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده ننزل بقى بشويه زيت على طاسه في النار ونشوح البصل. اول ما الزيت يسخن نقلب فيه كده لحد ما البصلايه تدبل. وبعد ما البصلايه تدبل هننزل عليها باللحمه المفرومه، ده نص كيلو لحمه مفرومه. هنقلبه مع بعض كويس جدا، وهننزل عليه بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود، وعليها معلقه صغيره من الملح، ونقلبهم مع بعض كويس جدا. اول ما اللحمه تستوي هننزل عليها بالكوسه ونديها تقلبتين كده، ونسيبها شويه على نار هاديه لحد ما الكوسه تدبل. تعالوا نعمل ميكس بقى. 3 كوبايات زبادي، وهناخد 3-4 فصوص ثوم هنهرسهم كويس جدا مع معلقه ملح، وبعدين ننزلهم على الزبادي اللي احنا حطيناه. وبعدين هنكسر عليهم بيضايه، ومعلقتين كبار من الطحينه، ومعلقه كبيره من النشا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. وبعد كده انزلي عليها بربع كوبايه ميه، واعملي بقى ميكس للخليط ده كله مع بعض كده. وبعدين نزليه على ميكس الكوسه مع اللحمه، تبقى الكوسه خلاص بدات تدخل في السوا. قلبيهم بقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، ريحتها تجنن. تعالي بقى نحمر شويه لوز سمنه، وهننزل عليها باللوز نحمره لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده. بصي شكلها يجنن ازاي اول ما نزلناها على الطبق، خطيره. شويه بقى نعناع ناشف كده بيدوا طعم وريحه جنان، مش قادره اقولك طعمها عامل ازاي. ودي نتيجه اكلتنا النهارده. عملنا كوسه بصوص خطير مقدمينها مع رز بالشعريه.